في سنة 1917 نشرت جريدة عراقية قصة حقيقية عن أبشع وأصعب مجزرة في تاريخ العراق. ودي لزوجين ذبحوا أكتر من 100 طفل وباعوا لحمهم لأهاليهم، ومن كتر جبروت الزوجين دول كان أي ضيف بيروح ليهم كانوا بيقتلوه ويذبحوه ويبيعوا لحمه برضه. بص، لو قلبك جامد كمل الفيديو، لو مش جامد كمل الفيديو برضه. بس قبل ما تكمل الفيديو انزل اعمل لايك وسبسكرايب وشير، وما تنساش اللايك عشان بيخلي القناة تظهر اكتر والفيديو يظهر اكتر. ويلا نشوف ايه الحكاية. الحكاية بتبدأ سنة 1916 في مدينة الموصل بالعراق، بالتحديد في أواخر الحرب العالمية الأولى. والوقت ده حصل فيه مذابح كتير جدا في تركيا وشمال العراق، وبسبب المذابح دي في ناس كتير جدا هاجرت للعراق، بالأخص في مدينة الموصل. وبسبب الحرب عانت معظم بلاد الخلافة العثمانية من الجوع والفقر، وبالصدفة الأمطار تقل ويحصل عاصفة برد جدا، وبسببها ماتت معظم المواشي وباظت الأراضي الزراعية، والأراضي دي اللي كانت باقية من موسم الجفاف. وطبعا بقى في مجاعة لدرجة ان الناس كانت بتموت من الجوع حرفيا. ده غير ان تركيا كانت عايزة تخلي الجيش بتاعها قوي، فبدأ ان هم ياخدوا الفلاحين ويدخلوهم الجيش. وزي ما قلنا ان الارض الزراعية طبعا كلها بقت بايظة ومفيش اي زرع بيطلع، فكل حاجة بقت غالية بالاخص الاكل. حتى رغيف العيش محدش كان بيقدر يشتريه، ولدرجة ان الاغنياء كانوا بيبيعوا الفضة بتاعتهم عشان يشتروا رغيف عيش واحد. انتوا متخيلين المأساة اللي هم كانوا فيها اصلا؟ ومن كتر الجوع في ناس كانت بتروح لاماكن المذابح عشان يلموا الدم اللي على الارض كله ويجمدوه وياكلوه عشان يسدوا جوعهم وخلاص. وناس تانية كانت بتاكل اوراق الشجر ولحوم الحيوانات الميتة زي القطط والكلاب واي حاجة ميتة في الارض. وطبعا ما كانش بيلاقوا الحيوانات دي بسهولة، فكانوا بيتخانقوا عليها. وكمان على لسان واحد من اهل الموصل بيقول ان الطريق بين حلب والموصل كان كله جثث، وكمان شاف ان اكتر من 50 واحد متجمعين على جثة حيوان ميت. والظباط طبعا كانوا بيلفوا في الشوارع عشان يشيلوا كل الجثث الميتة، والجثث كانت خفيفة جدا لدرجة ان العسكري كان ممكن يشيل 3 و4 فوق بعض. والناس طبعا ما بقتش بتفكر في اي حاجة غير ان هم يسدوا جوعهم ازاي وان هم ياكلوا، والطمع بدأ يسيطر عليهم والجشع والسرقة وكترت الجرايم، وكل ده مقابل ان هم يسدوا جوعهم مش اكتر. وفي الوقت ده بقى كان في واحد اصل كردي اسمه عبود، وكان عايش على حدود المدينة، وكان عنده حوالي 40 سنة. والناس وصفته بانه طوله متوسط وانه كان رفيع جدا لدرجة ان عظم خدوده كان باين من كتر الرفع. وكمان كان بيقول ان هو مكتئب دايما ومعروف بسكوته. وعبود جه الموصل بسبب الحرب وساب اهله وجه على الموصل هو ومراته، ودي محدش يعرف عنها حاجة، بس وصفها بانها وحشة وباين على وشها الغدر والقسوة. وكان عندهم بنت صغيرة عندها 10 سنين، وكمان دكان بيبيعوا فيه اكل قبل ما تحصل المجاعة. بس بعد المجاعة زيهم زي اي حد بقى بياكلوا الحيوانات الميتة او اي حاجة في الشارع او ورق الشجر. بس طبعا الاشجار خلصت والحيوانات الميتة خلصت من الشوارع، ومبقاش في اي مصدر للاكل. فبدأت مرت عبود تفكر في طريقة تكسب منها فلوس وتاكل هي وجوزها وبنتها. بس للأسف يا ريتها ما فكرت. وفي يوم من الأيام في واحدة عجوزة جارتهم راحت عشان تزورهم عشان يواسوا بعض على الظروف اللي هم فيها والمجاعة اللي هم فيها ويصبروا بعض. بس اللي حصل وقتها بقى كان صدمة وغير متوقع تماما. واللي حصل ان مرات عبود هجمت عليها وذبحتها، واتصدم عبود من اللي مراته عملته، بس قرر ان هو يمشي ورا كلامها. فبدأ ان هم يقطعوها عشان ياكلوها، بس لقوا ان طعمها وحش جدا ومليانه دهن، وده بسبب ان لحم ست عجوزه. فوقتها قرروا هما الاتنين ان هم يعملوا ابشع مجزره للاطفال في التاريخ. قررت مرات عبود ان هم يخطفوا الاطفال دي ويذبحوهم وياكلوا منهم ويبيعوا للناس من اللحم ده. وعبود خلى بنته تلعب مع العيال الصغيرة عشان تجيب لهم أطفال لحد البيت، وجابت فعلا طفل البيت، بس بنتها دخلت في حالة صدمة، وده بسبب اللي هي شافته وما بقتش تتكلم من بعدها. وامها كانت بتشجعها ان هي تجيب اطفال تاني، بس الطفلة جالها انهيار عصبي من اللي شافته. فقرر عبود ومراته ان هم يحبسوا بنتهم في البيت لحسن تفضحهم. وقرر عبود ان هو اللي هيطلع وهيجيب الاطفال. وعبود كان بيعمل نفسه ان هو بيبيع الالعاب لحد ما الاطفال تجيله ويستدرجهم لحد البيت. واول ما الطفل بيشوف اللعبة، وطفل جاله لحد عنده كمان اصلا، واول ما الطفل شاف اللعبة اطمن وحب عبود وقال له هات اللعبة. راح عبود قال له لا، تعالى ورايا في البيت العب بيها الاول هناك. فالطفل طبعا مش فاهم اي حاجة، فراح ورا عبود لحد البيت. واول ما راح البيت
طبعا انتوا عارفين ايه اللي حصل، واي طفل اصلا كان بيدخل بيت عبود ده ما بيطلعش تاني ابدا وبيختفي. ولما الجوع زاد اكتر واكتر، عبود قال اللعبه مش كفايه، وقال ان هو يخلي معاه اكل رغيف عيش، لان الطفل هيكون جعان واول ما يشوفه هيجري عليه وهيجي معاه البيت بكل سهوله. شايفين الدماغ وصلت لحد فين؟ دماغ شيطان والله. وبدأ الطفل فعلا يمشي وراه لحد البيت، لحد ما بيدخل البيت جوه. واول ما بيدخل عبود بيخبطه خبطه جامده على دماغه، بينزل فيها ميت وقتي ما بياخدش حتى لحظة. وبعدها عبود بيشيله وبينزله لسرداب البيت تحت، ومراته بتكون مستنياه، وبيقطعوا اللحم بتاعه، وبعد ما بيقطعوه بيقلوه وبياكلوا، واللي بيفيض بيروح يبيعوه في السوق. ده كمان لما بيبيعوها بأرخص من اللحمة العادية، وبيدوا للفقراء كمان من غير فلوس. وكانوا بيدعوا له، بس هم ما كانش يعرفوا ان هم بياكلوا لحم طفل من اهل القرية. وفي يوم تاني، واحدة اسمها ام محمد كانت بتسخن مية عشان تسد بيها جوع ابنها الصغير والوحيد. بس محمد عرف ان مفيش اكل، فاتخانق مع امه من كتر الجوع، ومحمد صمم ان هو يخرج يشوف حاجه ياكلها هو وامه. والطفل اللي عنده 8 سنين طبعا مش هيلاقي حاجه وسط الناس اللي هي محتاجه اكل دي كلها. فالطفل ده قرر ان هو يبعد عن المنطقه كلها على امل ان هو يلاقي اي حاجه ياكلها ليه هو وامه. وفضل ماشي لحد اخر المدينه تقريبا، ولحد ما شم من ريحه لحمه جايه من بيت. فراح على البيت ده وخبط، وهو بيتمنى ان هم يدوله اكل ليه هو وامه عشان يسد بيه جوعهم. واول ما خبط الطفل فتح ليه عبود وهو كله خبز، وقال له انت عاوز ايه؟ الطفل طبعا حكاله على اللي هو عاوزه كله، وقال له طب ادخل البيت. واول ما دخل طبعا انت عارفين اللي حصل، والاطفال بدات ان هي تقل بطريقه واضحه جدا. بس طبعا محدش واخد باله من كتر الجوع، وان الناس كان كل همها ان هم يلاقوا اي اكل يسد بجوعهم. وعبود مستمر في انه يستدرج الاطفال، ولما كان بيقطعهم بيرمي الجماجم بتاعتهم في بير البيت، ومن كتر اللي قتلوهم بير البيت ما كانش مكفي الجماجم. وعشان من عبود ما يحسش بالذنب كان بيطعم الفقراء ويبيع لهم اللحمه بسعر قليل جدا. والله مش عارفين نقول لك ايه يا عم عبود من كرمك ده. والناس كانت عاجباهم طعم اللحمه جدا، بس ما كانش عارفين ان هم بياكلوا اطفالهم وقرايبهم. واستمر عبود في الموضوع ده كتير جدا لحد ما ظهر عليه الغنى، وبقى بيقعد مع الاغنياء ويلبس لبس الاغنياء وبيقعد في اماكن الاغنياء. وبعد كده عبود اتطور، وبدل ما كان بيذبح الاطفال بقى بيذبح الضيوف اللي بتجيله. وانه كان بيعزم الاغراب في بيته ويكرمهم ويوكلهم، وان اول ما بيدخلوا يناموا عبود كان بيذبحهم وقتي. وعبود كان قاعد في بيت لملك واحد اسمه الحاج خطاب، والحاج خطاب ده كان جايله ضيف من قرية جنبهم، فكان حابب ان هو يستضيفه، بس ما استضافوش في بيته بسبب ان بيته كان صغير جدا ومحبش ان هو يستضيفه فيه. فبعته عند عبود عشان يكرمه ويضيفه ويستقبله عبود ومراته، وكرموه وضيفوه ووكلوه فعلا. بس اول ما دخل ينام راحوا دابحينه على طول، والناس طبعا راحت تشتري لحمه كالعاده. والحاج خطاب لما راح عشان يسأل على الضيف بتاعه فين، راح عبود قال له ان هو مشي من الصبح بدري وراح على القريه بتاعتهم لان هو عنده حاجه ضروريه جدا. وطبعا الحاج خطاب صدقوا لان حاجه طبيعيه جدا. واهل الضيف دول راحوا للحاج خطاب عشان يسألوا على ابنهم راح فين. وراح سأل عبود تاني، بس عبود المرة دي كان كله كلامه متناقض، وشوية يقول معرفش، وشوية يقول ده سافر، وشوية يقول ما جاش اصلا، ومحدش كان عارف له اي حاجة. فطبعا الحاج خطاب وقتها شك ان في حاجة غلط بتحصل، وده اللي خلاه ان هو يبلغ الشرطة. والحاج خطاب قال للظابط على كل اللي حصل. فدخلت الشرطة بيت عبود، ويقال انهم ممشوش خطوة غير انهم شافوا بنت عبود خايفة من اللي شافته واللي حصل، وقالت مش انا اللي ذبحت الاطفال، ده ابويا وامي. وقبضت الشرطة على عبود ومراته. والشرطة فتشت البيت كله، وكان كل حتة في الشقة فيها أعضاء بشرية بتاع شخص مختلف. ونزلوا طبعا للسرداب تحت، وشافوا كمية الجماجم اللي هي كانت موجودة، ويقول إن هي كانت أكتر من 100 جمجمة. وخرجت الشرطة الجماجم والهياكل العظمية اللي كانت موجودة تحت كلها. وهنا في لحظة صعبة جدا أدركوا إن هما كانوا بيشتروا لحم أطفالهم وبياكلوهم بنفسهم. واتحكم على عبود ومراته بالإعدام شنقا في ميدان عام. وبكده الفيديو بتاعنا يكون خلص، وياريت كل واحد يخلي باله من الأطفال اللي موجودين عنده في البيت. وما تنسوش تدعوا لأهل غزة إن ربنا يصبرهم وينصرهم على اللي هم فيه. ما تنساش طبعا اللايك والسبسكرايب لو انت أول مرة تشوفني. وكان معكم حسن الخولي.